خدت بال حضرتك؟ مهما يكون في بيتي ايه، ما احبش اتلجأ الا للي خلقني. هربت وسابت البيت بسبب تحرش أبوها بيها، وخافت على نفسها من الانحراف، فقررت تشوف شغلانة شريفة. قابلت نجوم أشكال وألوان، رغم كده فضلت كومبارس، لكن ربنا أراد لها تموت مرفوعة الراس وتشوف عوضها في الدنيا قبل وفاتها بأيام. حكاية النهاردة عن فايزة عبد الجواد، أشهر كومبارس في السينما المصرية. تفاصيل نهايتها المأساوية، ممكن ما تسمعش اسم فايزة لأول مرة، مش هتعرفها ولا هتعرف مين هي، لكن أول ما تشوف صورتها هتيجي في دماغك كل أدوارها اللي عملتها. وده من أهم وجوه السينما اللي بتعتمد عليها من وقت من الأوقات، لكن إنها للأسف ما خدتش حقها تعبها. بدأت طفولتها اللي كانت مأساوية جدا، ده اللي إنها بتتعرض لتعذيب وتعدي من أقرب الناس ليها وهو أبوها. اضطرت تهرب وتسيب البيت، وفضلت في الشارع لأيام وليالي كتير، لكن خافت على نفسها من الانحراف. علشان كده راحت اسم الشرطة وقالت لهم أنا عاوزة حتة أقعد فيها، وبالفعل دخلت دار رعاية. وبعد إما السن القانوني خرجت تشتغل وتشوف الدنيا، راحت يمين وشمال لحد ما القدر جمعها بحاوي من اللي كانوا بيعملوا أعمال الخفة والخدع البصرية، فقال لها تعالي نتجوز وأعوضك عن كل اللي فات. لكن يا فرحة ما تمت، فايزة أول ما اتجوزت سعت إنها تشتغل في الإذاعة والتلفزيون، كان نفسها تكون ممثلة لو حتى بأدوار بسيطة. وأول ما اشتغلت وجالها أدوار، جوزها قعد من الشغل وبدأ ياخد فلوسها كلها، وكمان كان بيعاملها وحش. واللي يسمع كده إنها بتقبض 1000 جنيه مثلا، أعلى أجر خدته في الأساس 50 جنيه ووجبة. رغم كده كانت بتقول ضل راجل ولا ضل حيطة، وسنة ورا التانية كانت بتخلف منه وجابت 6 عيال. وأول ما قالت له تعالى نربيهم قال لها استأذنك عندي مشوار، وراح مرجعش. ومن هنا حياة فايزة اتبدلت وبقت بتشتغل 24 ساعة، إما في أدوار صغيرة أو بتشتغل خدامة في بيوت الفنانين أو مساعدة الفنانات. حتى ساعات كانت بتروح اللوكيشن تعمل قهوة وشاي. مش بس كده، كانت بتشتغل في مصانع ملابس في التطريز والخياطة. والصدمة اللي محدش يعرفها إن فايزة ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب، والأدوار اللي كانت بتجيلها كانوا أولادها بيحفظوها لها، وده كانت حريصة على أن أولادها كلهم يتعلموا. وبعد العمر ده كله الزمن جار عليها وأصيبت بأمراض كتير خلتها راقدة في البيت وما بتتحركش. وحاولت كتير إنها تتواصل مع نقابة المهن التمثيلية، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. خافت إنها تمد إيديها وتجيب العلاج، لكن ربنا أراد لها إنها تموت مرفوعة الراس من غير ما تتحوج لحد. بعت لها مساعدة من فيفي عبده وليلى علو اللي اتكفلوا بعلاجها لحد ما مات. وآخر حاجة قالتها حسب رواية أولادها الحمد لله إن سترها معايا طول السنين، ربكوا أحسن تربية، وعشت وشفت أحفادي وأنا دلوقتي راضية ومطمئنة. ادعوا لها بالرحمة وقولوا لنا إيه الأدوار اللي انتوا فاكرينها ليها.